بكتب لأمي بكتب لأمي ونفسي أفرحها علشان سافرت بحضنها العالم. أول حاجات فكرت أحققها كانت بداية لحضنها الصافي. حضنتني مرة في وقت أحلامي وخدتني واحدة بعيد بنتصاحب. عديت في مارس خدتها في حضني وطلعت بيها بس من الدنيا. تعبت عليا من الشقة عنوان، ضمتها تاني عشان ما تتعبش. ما أنا أصلا عارف قد إيه تعبت. مهما المعالم غيرت شكلي لسه في عينيكي بحبي واتصورك على لعبة كانت جنب بيت جارتك، وفضلت طول اليوم تبصيلي عايزة تجيبيلي قد 100 لعبة في 1000 ذكرى و300 شاهد إن الجمال لو صاحب الأنثى باجي في جمالك من بعيد وانساه وارمي الحمول وبشيلك همي. ما انا ليا مين غير حضن من امي يا اللي ابتديني في يوم ما جبتيني. بحلف بانك اعظم العالم وانك روايه عظيمه بتجسد اجمل حكايه الام وعيالها. سبت المشاهد تتسحب مني ورميت مشاهد حكايه على بابك، واني بصراحه في وقت ما حكيتلك وضحكت سرا عن بنات حواء كانت عينيكي بترقص الفرحة، وضحكت سرا بس خبتني. مهما المعالم غيرت شكلي لسه في عينيكي بحبي واتصورك. كان مرة جيت من بره متعصب ودخلت اوضتي فضلت متضايق، حسيتي بس ان البعيد تايه والدنيا جاية عليا بالمرة. طبطبت فيا الوجع بالليل قلتيلي اوعى الهم لا يضرك، وفضلت ليا بتلعبي في شعري وانا بنت ناسي الدنيا بما فيها، ورميت حمولي اشيلك همي. وفي كل يوم شفت في عينيك النوم لكن ما بينتيش علشانك انتي امي.